السلام عليكم الاخوان. غنهضر لكم اليوم على واحد الفيديو على ان الاكثريه ديال الناس كيفكروا بزاف، ولكن داك التفكير اللي كيفكروه ما كيبغيوش يديروه، او انهم ما كيزعموش، او انهم كيخافوا يخسر لهم داكشي اللي غيديروه. مثلا انه بغا يتعلم شي لغه وكيقول غنبدا نتعلم شي لغه، ولكن ما كيبداش، وانه غيبدا يخدم في الانترنت ولا غيدير التجاره الالكترونيه ولا شي مشروع، ولكن كيخاف ولا ما كيبغيش يبدا. يعني كيكون عنده تحفيز انه يدير شي حاجه ولكن ما كيبداش، وكيبقى بحال دابا غنخدم في الانترنت، غندير مشروع، غنبدا الجيم، غنتعلم شي لغه جديده، ولكن كيدوز شهر ولا عام وحتى شي حاجه ما كتوقعش. يعني دغيا كدوز اصلا الوقيته في الوقيته اللي حنا فيه، وهاد الجيل دابا اللي كاين يعني كما كتلاحظوا راه دغيا كدوز الوقت. علاش؟ كيكون عاجباه الهدف وماشي الطريق اللي كيوصل ليه، يعني باغي الفلوس ولا النجاح، ولكن ملي كيشوف الخدمه والتعب اللي خاصهم يوصلوا لهذا الشيء كيتراجع، كيخاف يفشل، كيبقى كيفكر الا بديت وما نجحتش، ومن بعد كيأجل البدايه مره على مره، كيبغي كلشي يكون واجد ومثالي. كيقول منين نلقى الوقت، منين نشري هاد الحاجه، ولا خاصني هذا دابا مثلا خاصني نشري هذا البيسي غنبدا، ولكن ملي كيجيب داكشي اللي خاصو ما كيبداش. منين نتعلم مزيان وفي الاخر ما كيبداش. هادشي يعني الاكثريه كنشوف كنلاحظهم، وحتى انا صراحه راه كان كيوقع لي هادشي. يعني كنقول خاصني نشري شي حاجه لهكذا ولكن ما كنبداش. يعني الهضره اسهل من الخدمه. تقول غندير مشروع كتطلب دقيقه، اما باش تخدم عليه كل نهار كتطلب الصبر والانضباط. الحماس كيكون مؤقت، نهار كيتحمس بزاف ومن بعد يومين ولا 3 ايام كيرجع للعادات ديالو. يعني كيرجع للعادات ديالو القديمه، داكشي اللي كان كيدير. الفرق بين الناس اللي كينجحوا والناس اللي كيبقاو غير كيهضروا ماشي في الذكاء بالضروره، الفرق هو ان النجاح كيبدا حتى الا كانت خطوه صغيره بزاف. مثلا واحد كيقول عام كامل غنخدم في الانترنت، وواحد اخر كيحل الحاسب ديالو اليوم كيتعلم ساعه واحده وغدا ساعه اخرى، من بعد الشهور غادي تلقى الثاني تقدم، الاول مازال كيقول غنبدا قريب. حيت كاين حتى واحد المثال، صراحه واحد المثل زوين، كيقولوا الهضره ما كتخلص الخدمه، الهضره ما كتخلص الخدمه، النتائج كيجيبها الفعل ماشي النيه بوحدها. يعني الا بغيتي دير شي حاجه خصك تقاد واخا ما، يعني صراحه راه شوف كيجيك داك الادرينالين انك دير شي حاجه كتفرح كدا وكتموتيفا، ولكن عاوتاني كدوز عاوتاني ما صافي كتحس براسك ما فيك اللي بدا شي حاجه. ديك الساعه فاش كتحس براسك ما بغيتيش تبدا شي حاجه، خصك ديك الساعه خصك تبداها الا بغيتي تنجح في حياتك. يلا الله حتى الفيديو الجاي.